طفله وشايفه ان هي ما خدتش كفايه من امها. لما الطفله دي تبقى عايزه تدور على علاقه بره، هتدور على علاقه بره عند حد، واول حاجه هتروح حطاه، رجع انت ورا شويه، وتيجي انت هنا تلعب دور الام، يديها اللي هي شايفه ان امها ما ادتهولهاش. بس المشكله ان هي وهي بتعمل كده هتبقى شايفاه ووراه امها، يعني هتبقى مستنيه منه حاجات، بس هتعمل عليه اسقاط مشاكلها مع امها، وغالبا هتجيبوا حد فيه صفات قريبه من امها زي ما اتكلمنا قبل كده، لان دايما احنا بنجتذب ناس فيهم الصفات اللي احنا مش عاجبانا في اهالينا. ففي هذه الحاله هو هيجي اول حاجه مطلوب منه يلعب دور مش بتاعه، هو المفروض يلعب دور بارتنر، هي حطته مكان الام، فدور مش بتاعه. تاني حاجه لو هو لعب الدور بتاع البيرنت، ايه اللي هيحصل؟ هيبقى متوقع منه ان هو يديها من غير ما يبقى عايز منها حاجه، لان ده دور الام او الاب ان هم يدوا من غير ما يكونوا عايزين حاجه من التشايلد. بس هو كبارتنر ده مش دوره، فلازم تحبط منه. اول لما تحبط منه هتعمل ايه؟ هتطلع عليه مشاكلها كلها مع امها، ان هو ما كانش سبورتيف، ان هو مش حنين، ان هو مش عارف ايه، كل المشاكل بتاعتها مع امها اللي هي شايفاها في الباك جراوند لازم تطلع عليه، فالعلاقه لازم تبوظ. ده طبعا ممكن يطبق على الاب، يعني هي مش لازم مع الام، يعني ممكن هو يجي عندها مشاكل مع الاب هتجيب حد كده. انا بس جبت الاكزامبل الاقل شيوعا عشان خاطر الناس دايما بتقول ان لازم الشخص يجي يلعب الدور بتاع الجندر السيم جندر، مش شرط خالص. ممكن اجيب حد وطلع عليه مشاكلي مع امي فرق. بس وكمان عشان هي هتبقى حاطاه مكان امها، هتبقى واخداه فور جرانتد، واخداه مسلم بيه ان هو لازم يكون موجود، لازم يديني، لازم يعمله، وهو مش قادر يعمل كده. فهيحس دايما بشكل او باخر ان هو مطلوب منه حاجه مش قادر يعملها، هيحس ان هو مش كفايه، هيبقى عايز يمشي من العلاقه دي. وهتبقى دايما شايفه مشاكلها مع امها وهي بتتعامل معاها بعقلها الباطن. اي سؤال في الحته دي؟ فعلشان كده مهم قوي، ارجع بقى اقف هنا تاني كفاطمه، اطلعي انت هنا. لو هي علاقتها بامها كويسه او باباها طبعا، بس في الحاله دي امها، هم ادوها اللي عندهم، هي بقى شايفه ان هو كفايه او مش كفايه، دي بتاعتها هي. متهيألي كفايه مش كفايه دي بتبقى بكومباريزن، يعني هي بتقارن الكفايه دي بايه؟ هل باللي كان مفروض ولا اللي شافته عند ناس تانيين؟ لا ماي اكسبكتيشن. تمام. اللي كان مفروض ده هي اللي فرضته، اللي شافته عند ناس تانيين برضو الناس مختلفه. بس ففي كل الاحوال the one who stuck هنا، مين اللي stuck هنا؟ الشخص هي. بس اهاليها مش سعداء لو احنا بصينا عليهم شكلهم مش مبسوط، بس في النهايه لو هي اللي جايه لي، انا مع احترامي لاهاليها انا بشتغل معاها، هي مش هتتحسن لغايه ما يبقى عندها الانتنشن انها تبص على الداينامكس دي. من غير ما تبص على الداينامكس دي مش هتستقر. وعلى اللي وراهم صح؟ ما هي الداينامكس دي غالبا عشان تشتغل عليها هتبص بقى على اللي وراها. بس انا قصدي في القصه دي، عشان كده دايما لما الناس تيجي تقول لي انا عندي مشكله في العلاقات، لازم تبص هنا الاول. لان دايما علاقاتي انا بجيبها عشان املى هنا فراغ. لو انا قعدت حاسه ان في فراغ، لازم اجيب ناس يملوه.